السلام عليكم. معلش بقى شكلنا كده مطولين مع الاخ صابر شويه، لان للاسف كل فيديو اشغله ليه الاقي فيه مصايب. المهم وهو بيتكلم عن حديث السيده هند بنت عتبه رضي الله عنها قال الكلام ده. هناك روايه انه سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل انه بخيل، وان زوجته هند بنت عتبه رضي الله عنها الصحابيه الجليله ام سيدنا معاويه ذهبت تشتكي للرسول تقول له يعني ابو سفيان رجل شحيح ماذا افعل عليها؟ فقال لها خذي من مالي. وهنا بقى هيبدا يشغل دماغه الفاضيه ويشوف الحديث ده هيمشي على دماغه وهيفهمه ولا يقول لا ده حديث موضوع مكذوب مثلا. فنجد ابو سفيان كان زعيم مكه، زعيم قريش. طب والجماعه قريش والعرب دول كانوا بخلاء ولا كرم؟ لا، كانوا كرماء. طيب هو سؤال بسيط بس يا عم الكريم، هو دلوقتي علماء الحديث المتخصصين في العلم ده قالوا عن الحديث ده ايه؟ يا ترى الحديث ده ضعيف ولا صحيح؟ زي مثلا كده لو واحد عنده مرض معين وراح عمل اشعه عند دكتور، فلما يجي يعرض الاشعه دي يا ترى هيعرضها على مهندس او مدرس او دكتور؟ طبيعي وبديهي كده لازم يعرضها على دكتور متخصص علشان يقدر يقول له النتيجه ايه، لان بكل بساطه المدرس او المهندس جهل في العلم ده. هل الروايه صحيحه حديثيا؟ والله علماء الحديث يقولوا هذه الروايه صحيحه حديثيا. طيب لما الروايه صحيحة وعلماء الحديث قالوا انها صحيحة، انت تعب نفسك ليه وتعبنا معاك ليه؟ وعلى فكرة الرواية في البخاري ومسلم، فصابر بيحاول يقول ان البخاري احاديثه صحيحة وانا بحب البخاري، لكن مش مشكلة لما تطلع الرواية دي او الحديث ده مكذوب او الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش. تناقض غريب في الكلام، والغريب الاكتر منه من اكتر من 1000 سنة مفيش حد اكتشف ان الرواية دي مكذوبة او ضعيفة في صحيح البخاري الا حضرتك. طيب الروايه تقول انه ابو سفيان كان مجوع زوجته اللي هي السيده هند رضي الله عنها، فالمفروض بقى ان ستنا هند دي الصحابيه دي المفروض دي فقيره بقى وشحاته، والراجل ابو سفيان جوزها مجوعها يعني. طيب هل هي فقيره؟ لما نذكر كل سيره هند رضي الله عنها نجدها كده غنيه. هي في قتل سيدنا حمزه ماذا فعلت؟ استاجرت العبد وحشي كي يقتله في غزوه احد مقابل ان تعطيه ذهبها. لم تكن فقيره هذه هند، هذه لا طلع معها ذهب وغنيه. وهنا بقى اقدر اقول لك بدل ما تبني معلوماتك على الافلام والمسلسلات اللي اغلبها خرف في خرف، حاول تفتح كتاب وتقرا فيه لعلماء ثقات. مين قال ان هند بنت عتبه رضي الله عنها هي اللي امرت وحشي رضي الله عنه ان يقتل حمزه رضي الله عنه؟ سأعتقك وأعطيك وزنك فضة وألبسك الحرير مقابل رمية كهذه. اغلب الروايات والاحاديث اللي اتقال فيها الكلام ده روايات ضعيفه، والكلام ده انا وضحته في فيديو قبل كده كان اسمه اخطاء فيلم الرسالة. زي صابر ده تقريبا لما لقى بعض العلماء الكبار طلعوا وردوا عليه في اللي هو قاله، افتكر نفسه حاجه وبدا يتكبر اكتر ويتعالى ومش عايز يسمع غير رايه هو بس وكلامه هو بس. لكن اللي عنده ذره فهم وذره علم واحده بس هيعرف انه انسان جاهل، مش جاهل بس، ده جاهل جهل مركب. واللي يقرا التعليقات عنده هيعرف ان في ناس كتير قوي بتلغي الاشتراكات وبترد عليه كمان بسبب جهله، لكن هو للأسف الشديد مش عايز يسمع صوت حد. وفي النهاية كلمة بسيطة قوي لصابر لازم ياخد باله منها، وهي ان النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.